طبعا يا جدعان وانا ماشي في سموحه النهارده فجاه لقيت حاجه غريبه جدا، ان مطعم جدو اللي هو يعتبر من اشهر اماكن المشويات في مصر عمل براند جديد مسمي نفسه جدو سماش. لو نفخ صدره وراح قال ان هو اجمد سماش في مصر. فانا بصيت على المنيو ولقيته بسيط جدا، 6 سندوتشات، ارخص واحد فيهم سعره 90 جنيه. وده بقى سندوتش السماش الكلاسيك. المميز قوي فيه اللي ما شفتوش في مكان قبل كده ان هو حاطط قطعه من الجبنه اللي هي الامريكان تشيز دي. بصوا هو سندوتش كلاسيك في السيمبل منه جدا. القطمه هنا اللي حاسس ان هي مميزه قوي ان هي تقريبا ما فيهاش صوصات، لان هو انا حاسس ان هو بيلعب على حته طعم اللحم. فهو موجود في سموحه في شارع مسجد حاتم، وانت رايح على المديريه هتلاقيه على ايدك الشمال في عماره الصيادله. فنخش بقى على السندوتش اللي بعده، وانا بص يعني هجيب لكم شويه يمين وشويه شمال. وده بقى الابن الروحي لاشهر سندوتش جده عمله تقريبا، وهو الشيش رانش، لكن بدل بقى محطوط بقى في العيش البلدي، فهو بقى مظبطه لك وحاطط لك في العيش التورتيلا. والتويستاه بقى ان هو عامله بفراخ فرايد مش فراخ مشويه. الفراخ البره دي بتقرمش قوي، بس هو محافظ قوي على الاصاله بتاعه الشيش بتاعته.